السلام عليكم. قبل ما نتكلم عن الفضاء وقبل ما نطلع بره الأرض، في مكان تحت رجلينا، مكان الإنسان ما شافهوش غير كام مرة في التاريخ كله. مكان أعمق من أعلى جبل على الكوكب. مكان لو حطينا فيه جبل إفرست جواه هيغرق، ولسه فوقه أكتر من كيلو متر مية. احنا النهاردة مش رايحين على كوكب تاني، احنا نازلين أعمق نقطة على سطح الأرض. خندق ماريانا. خندق ماريانا موجود في غرب المحيط الهادي، قريب من جزر اسمها جزر ماريانا، ومن هنا جه الاسم. طوله حوالي 2550 كيلومتر، يعني أطول من مصر، من أول أسوان لحد اسكندرية. عرضه في بعض المناطق بيوصل ل 69 كيلومتر، لكن اللي يخوف مش الطول ولا العرض، اللي يخوف العمق. أعمق نقطة في خندق ماريانا اسمها تشيلينجراد ديب. العمق هناك وصل لحوالي 10984 متر، يعني تقريبا 11,000 كيلومتر تحت سطح البحر. عشان تتخيل الرقم، جبل إفرست ارتفاعه حوالي 8848 متر، ولو دخلنا جوه الخندق هيبقى لسه فاضل فوقه أكتر من 2 كيلو متر مية. تعال بقى للرعب الحقيقي. الضغط في تشيلينجراد دي أكتر من 1000 ضغط جوي. يعني إيه؟ يعني الضغط هناك يعادل إنك حاطط فوق جسمك وزن 50 طيارة جامبو، حوالي 8 أطنان على كل سنتيمتر مربع من جسمك. أي إنسان عادي بيتحول لعجينة في أقل من ثانية. أكيد أنت نفسك تسأل مين اللي نزل هناك قبل كده، لأن عدد الناس اللي نزلت هناك أقل من اللي مشي على سطح القمر. أول نزول كان سنة 1960 عن طريق غواصة، واللي نزلوا جاك بيكيرد ودون ويلش. قعدوا حوالي 20 دقيقة في الإيقاع، وشافوا حاجات صدمتهم. وقالوا إنهم شافوا كائنات شبه السمكة طولها حوالي 30 سنتي، وده كان صادم بالنسبة لهم، لأن العلماء وقتها كانوا متأكدين إن مفيش حياة ممكن تعيش تحت الضغط ده. دلوقتي بقى نخش على الجزء المرعب والغامض. العلماء اكتشفوا ديدان، قصيرات، كائنات شفافة، أسماك من غير عيون، وكائنات جسمها شبه الجبلي. الكائنات دي عايشة من غير ضوء شمس، من غير نباتات، من غير أكسجين كافي. يعني بتعيش على البكتيريا والتفاعلات الكيميائية والمواد السامة اللي هي بالنسبة لينا. ده غير أنواع السمك اللي شافوها هناك اللي شبه الجيلي، ما عندهمش عظم صلب، ولو طلع على السطح بيذوب حرفيا. ليه؟ لأن تركيبته ممتصة على الضغط العالي، وأي فرق ضغط بيدمره تماما. العلماء متأكدين إن إحنا استكشفنا أقل من 5% من إيقاع المحيطات كله، يعني أكتر من 95% من العالم اللي تحت المية لسه موجود. وفي خندق ماريانا تحديدا في صدوع، براكين تحت المية، تفاعلات كيميائية عنيفة، غازات، وفي سوائل متكررة. هل ممكن يكون في كائنات أكبر أو أشكال حياة لسه مش معروفة؟ الإجابة الصريحة ممكن تكون آه، وممكن تكون لأ. الفجأة والصدمة بقى إن سنة 2019 العلماء لقوا بلاستيك، ميكرو بلاستيك، مواد صناعية. فين؟ في إيقاع تشيلينجراد ديب ده نفسه، يعني أعمق نقطة على وجه الأرض لسه واصلاها مخلفات البشر. ليه بنهتم بالخنادق والمناظر اللي زي كده؟ مش فضول وخلاص. خندق ماريانا بيساعد العلماء يفهموا نشأة الحياة. إزاي الحياة ممكن تعيش في ظروف مستحيلة؟ هل الحياة ممكن تعيش في كوكب تاني؟ يعني باختصار، اللي تحت هناك ممكن يكون مفتاح لفهم حياة بره الأرض أصلا. إحنا دايما بنبص لفوق، لكن الحقيقة أكبر، والغموض في الكون مش في السماء. أكبر غموض مستخبي تحتينا، في الضلمة، في الضغط، في السكون المرعب. خندق ماريانا مش مجرد حفرة في البحر، ده تذكرة إن إحنا لسه ما نعرفش إحنا عايشين فوق إيه. يا رب يكون عجبك الفيديو. السلام عليكم.